اليوم غادي نتعرفوا على آلية مراقبة شهادة الزور. طبعا هذه واحد السنتين كنت تكلمت على هذه المعلومة، لأن كانت وزارة العدل حدثت بالتعاون مع مجلس أعلى السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. كانت واحد المديرية ديال تحديث النظم المعلوماتية داخل وزارة العدل، قامت بخلق واحد الآلية. شنو هي الآلية؟ هي آلية رقمية اللي كتوضع لها الإشارات ديال القضاة باش فقط بزر واحد وإدخال رقم بطاقة وطنية أو اسم ديال واحد الشخص، وتيخرج للقاضي، قاضي الحكم، تيخرج له واش هاد السيد هذا سبق له شهادة. حيت سنعرفوا بأن كاين من يمتهن شهادة الزور، جالس في القهوة قبالة المحكمة ما كيدير حتى شي حاجة، ديك هي خدمته، يمتهن أي يجعل من شهادة الزور طبعا مهنة، خدمته هو ياخذ الفلوس مقابل الشهادة اللي بغيتيه يشهد معك به. بغيتي يشهد بينك المشغل طردك قدامه، يقول لك راه طردو، واخا ما خدمش معاك. لا واخا ما خدامش، انا كنت زبون وفي ذاك الوقت شتو كيغوت عليه، شتو غوت عليه وتتغرغروا عينيه بالدموع وبقى تيبكي مسكين وبقى فيا وكان غيسخف وهزيتو بيديه، من يديه هزيتو عطيتو شويه ديال الماء وخرجتو كاع، انا ما قديتش داك الغرض ديالي اللي جيت عليه. هذا الشاهد. نفس الوقت يمكن له يشهد بان كانت مغادره طوعيه في حين ان المشغل يمكن طردو. يمكن له يشهد في عقد إراثة بأن فلان توفي وترك فلان وفلانة 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 وهو ما كيعرفهمش. كان معايا البارح. لا تيشهد بأن كاين الورثة، حيت الورثة ملي كنشهدوا بأن فلان ورث، مات فلان، توفي فلان وترك زوجة سميتها البطاقة الوطنية ساكنة به من أبيها وكذا ومن أمها كذا، وترك بنت اسمها كذا وبنت ثانية وابن وأخ من أبيه، وهادشي هو ما عرفوش، ولكن جبناه وشهد بشي حاجة ما عرف. قالوا له غادي توقع، كيوقع، غادي ياخذ المقابل ديالو وغادي يمشي. اجي سيدي شهد بانني انا هاد الارض هذه 30 ولا 40 عام وانا كنستغلها، هاد الارض ما محفظهاش، بغيت ندير الاستمرار عند العدول، يعني انني في حيازة مستمرة لأكثر من 10 سنوات لهذا العقار لهذه الأرض. أجي تشهد معي أنا موجود. هاد السيد ضرب هاد السيد وتعدى عليه وتكرفت عليه، وهو اللي وجبدوا واحد الآلة حادة وهددوا بها. أنا نشهد سيدي موجود، شتها كتشبه التورنوفيس، هي بحقها ماشي تورنوفيس، هي واحد الخشبة طايرة لها وبقات غير واحد الحديدة ومنها شادة والراس ديالها مشنقب وكيدخل. إذن هادو كيدير الشهاده الاولى والشهاده الثانيه والثالثه والرابعه اختصاصي و20 هادشي باش عايش. اذن واش القضاء غادي يبقى مكتوف اليدين في هاد الناس هادو وما كيضيعوا الناس حقوقهم وكيردوا الباطل حق ويلبسون ايضا الباطل لباس الحق ويلبسون الحق لباس الباطل؟ حرام. راه انسان يمكن لك تحكم عليه بالاعدام، تحكم عليه بالمؤبد، تحكم عليه يوصل للطلاق، الخيانة، السرقة، بزاف الجرائم يمكن نشهد بها وغادي نضيع واحد إنسان، وهذا غير حق، غير حقيقي. إذن هذه شهادة الزور. هاد شهادة الزور ملي كي هاد التدخل ديال هاد الوزارة هذه عامين غادي يمكن هاد القضاة باش يعرف. إذن غير يوقف حدا وقدامه شاهد، ارفع يدك اليمنى وقول اقسم بالله العلي العظيم ان اقول الحق، كيرفع يديه. هو عنده البطاقه الوطنيه ديال القاضي، اذن وهو جالس كيدير عمليه بسيطه على الحاسوب، رقم البطاقه الوطنيه، الاسم، تيشوف هاد السيد تلقى شهاده 3 خطرات قبل هذيك الشهاده. اذن هو صافي خدا فكره بان هذا السيد هذا يمتهن شهاده لا تقبل شهادته، وربما يحكم عليه قتل. المتابعه ماشي غير لا تقبل، ما يخرجش من المحكمه. اذن هذاك يخرج في البوكس. ساعات كنحولوه للنيابه العامه ونحققوا معاه ونشوفوا اشنو دار في هذيك الشهادات اللي قبل وشنو دار في هذه الشهاده الى اخره. اذن هذا الشيء من شانه ان يحد من ويردع هاد
الممتهنين ديال شهاده الزور. السؤال اليوم اللي كنطرح انا هو هذه الآلية جميله جدا اللي درت هذه المديريه، جميله جدا، مفروض تكون فعاله، لكن من بعد سنتين، وهذا ما يؤسفني في ليس في الحكومه المغربيه، في الاداره المغربيه، هو ما عندناش نهائيا هذيك المرآة اللي كتوريني الوراء شنو فيه، شنو درنا. داز واحد العامين خصني نشوف في المرآة التي تعكس لي ما يوجد ورائي، ماذا حققت في في هذه السنتين. إذن هنا الوزاره خصها تخرج اليوم وتقول لك من بعد ما درنا هذه الآلية الرقميه، راه الاشاره ديال القضاة، رؤساء المحاكم ورؤساء الاولين ديال المحاكم الاستئناف، وعرفوا استعمال هذه الآلية، ها النتائج اللي وصلنا. تم إلقاء القبض والحكم بإدانة أشخاص عددهم 17 ديال شهادة الزور مثلا. الله، نقول له إذن هذه الآلية ما دارتش هباء منثورا، فعلت ونشئت وفعلت، يعني تم تنزيلها في الواقع. وهكا كنبني ولا بينا بلا بينا العدالة ديالنا، بما فيها العدالة الاجتماعية، هي عدالة قضائية قانونية، لكن داخلها عدالة اجتماعية، لأنني كنصف الشخص اللي كان غادي يمشي يكون ضحية ديال شهادة الزور. ثم ملي كننزلها كنعرف النجاعة ديال واحد الآلية اللي وضعتها الوزارة، راه الإشارة ديال القضاء الجالس، قضاء الحكم. وهنا عاوتاني كنبني لبنة أخرى في مواضيع أخرى، في مجالات أخرى تتعلق بالقضاء وبالعدالة، باش يمكن لي نساهم في تنزيل صحيح للسياسة الجنائية المغربية. وهنا حتى المواطنين كيطمئنوا، المواطن تيكون ملقي على العاتق ديالو انه يمشي يثبت بينات السيد شهاده الزور، وخصو هو يمشي يجيب شهاده واحده اخرى عند شي واحد قبل شاهد وشي شهاده قبل، فين غادي يجيب هذه المعلومات؟ صعيب عليه يجيب. اذا تلقى راسو ضحيه وليس بجانبه قضاء يساعده على وضع النور على هاد شهاده الزور، يعني تسليط الضوء عليها حتى يظهر للجميع بان ذاك السيد يمتهن شهاده الزور. فبهذه الآلية هو تصرف جيد وجميل جدا لوزارة العدل، لكن هي مطالبة اليوم تقول لنا اشنو حققنا بهذه الآلية، واش هي فعلا ناجعة، واش تم تفعيلها، واش تم تنزيلها، وشنو حققنا منها. أنا عندي سؤال دكتور محمد جمال ماتوخ في نفس الإطار، واش فيها تقادم؟ يعني إلا مشينا عملنا آلية معلوماتية بطبيعة الحال تكون آلية معلوماتية، يعني واش غيقدر يكون عندنا لاكسي مثلا الملفات القديمة اللي فيها الناس اللي شهدوا بالزور؟ هو طبعا شهادة الزور اللي سبق وشهد بها خصنا نتأكدوا بأنها زور، حيث ماشي إنسان شهد إن راه شهادته زور، يمكن تكون شهادة ديالو حقيقية وسليمة، لكن إذا كانت شهادة زور وثبت أن هناك شهادة زور غادي نطبعوا ونخضعوها طبعا لقاعدة التقادم، واش داز عليها أجل التقادم ولا ما دازش أجل التقادم. فما يمكن لنا نتحاسبوا معاه غير على شهادة الزور اللي التقادم ديالها مازال ما داش ونحاسبوا عليها، لكن الهدف ماشي هو باش نحاسبوا على القديم، الهدف هو نتعرف عليه، هو نعرف بين قدامي شاهد زور ممتهن لشهادة الزور، ولو على الأقل لما قلت شاهد زور نقول ممتهن معتاد، واحد الإنسان اللي كيديرها مرة وجوج وثلاثة، ويمكن يكون تيديرها هو سليم احتاجوه ودار شهادة سليمة، لكن الأغلبية ديال الحالات ملي كيكون الإنسان كيكرر هذه الشهادة 3 و4 و5 خطرات فكتكون غالبا كني نقول لك هناك قرينة زورية الشهادة ديالو.